هو اعتقال رئيس نادي الرجاء بودريقة في هامبورغ في ألمانيا. وجاب القضاء راس بودريقة، هادشي ملي كنقولوا اعتقال بودريقة. هو اعتقال رئيس الرجاء الرياضي محمد بودريقة. سي محمد بودريقة واش ما كانش عارف راسو بانه متابع بحال هذه المسائل؟ الاسبوع كامل وحنايا كنسمعوا مجموعه من الاخبار على اعتقال السي محمد بودريقة في المانيا، حتى البارح كيجي واحد الخبر اخر اللي تيقول بان فريق الرجاء الرياضي البيضاوي عوض السي محمد بودريقة في رئاسه الفريق بعديل هاله. فاول حاجه غادي نتمناو ليه حظ سعيد في المنصب الجديد ديالو، وغادي نقول لكم السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من قناه اخبار رجاء العالمي. كيف ما العاده غادي نخليكم مع الانترو ونبداو الحلقه ديالنا. لي فار برافو لهم، فريق يمكن بنسبه كبيره لي فار هو اللي غيكون بطل الموسم الا ما كانت شي معجزه، وكنظن ما غاديش تكون، ان لي فار قاده تجيري البطوله ديالها بهدوء، عندهم فريقه، عندهم جمهور. حلف لي فار حسباتي بواحد 99% بهذا الشكل باش غادا وهذا حتى لي فار داتها. اسمح لي ما عرفتش فطرت لك قلبك. حلف نقدر نقول لك 90% اللي فار و10% الراس تقدر ديها. حلف يعوذ بالله على تسرع. اول خبر معنا في هذه الحلقه هذه فيما يخص المدرب السيد جوزيف زيمباور. هذا المدرب هذا اللي كل مره كنسمعوا بانه مازال مكمل مع فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، مره مع فريق الوحده السعودي. اخر الاخبار اللي توصلنا بها ليله يوم السبت هو بانه مازال مستمر مع فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. الفكر ديالي انا بانه تيتسنى الرجاء هي تهرس مع العقد، ولا الناس يجلسوا يتفاهموا معاه باش يهرسوا العقد. غتمشي ما هو مادي، ما مشيش ما هو معنوي. ولكن فاش تجيني حتى هاد الوقيته وتكتب لي هاد الرساله هذه، الناس كلهم عارفينك بانك مشيتي، الناس كلهم عارفينك تتفاوض. ترى شوف هذا قانون، والناس عندهم محاميين، كاين راجل عنده محامي حتى هو عنده محامي ديالو، فالمحامي ديالو لان خرج بزاف ديال الوقت هضر بهذا واحد الباس هذا. فمن بعد هذا المد والجزر الكبير اللي كان في القضيه ديال سي زيمباور، واللي كان سبب رئيسي ايضا في اعتقال رئيس فريق الرجاء الرياضي البيضاوي سي محمد بودريقة، فهذا هو الميساج اللي يمكن لي نقوله للمدرب. واش فرقه ما وقفت على رئيس، ما بقات توقف على مدرب. ثاني خبر اللي معنا اليوم وهو انتقال لاعب مهدي موهوب من فريق الرجاء الرياضي البيضاوي الى دينامو موسكو الروسي. هاد الصفقه اللي كتبلغ القيمه ديالها $1,800,000 امريكي، واللي كتمتد بعقد ديال 5 سنوات، غادي يتم الاعلان ديالها رسميا من بعد الفحوصات الطبيه اللي غادي تجرى يوم الاحد. الحاجه الوحيده اللي بغيت نضيف في هذا الخبر هو بانه فريق الفتح الرياضي الرباطي غادي يستافد من مبلغ ديال 500 مليون من هذه الصفقه. ثالث خبر اللي معنا اليوم كيخص اللاعبين نوفل الزرهوني ويسري بوزوق. هاد اللاعبين اللي صيفطوا يوم الخميس ويوم الجمعه انذار الفريق الرجاء الرياضي البيضاوي باستخلاص المستحقات ديالهم. المطالبه ديال هاد اللاعبين بالمستحقات ديالهم جات مباشره من بعد ترويج الخبر ديال اعتقال رئيس فريق الرجاء الرياضي البيضاوي محمد بودريقة. وبهذا الخبر نقدروا نستنتجوا بانه كاينين لاعبين اللي في المستقبل غادي يطالبوا بالمستحقات ديالهم، خصوصا في الظرفيه الحاليه. رابع خبر اللي معنا اليوم وهو من بعد رحيل اللاعب اسماعيل مقدم من فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، هذا الاخير فهو قريب من انتداب المدافع نبيل مرموق. نبيل مرموق اللي كان سبق ليه جاور فريق المغرب الرياضي الفاسي قبل ما يحترف في الدوري القبرصي، كيشغل البوست ديال مدافع اوسط، وكنتمناو بانه يعوض الغياب ديال اسماعيل مقدم، وبانه يعطي الاضافه المرجوه منه في فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، خصوصا في المنافسات اللي مقبل عليها الفريق. وكيف ما العاده غادي نقولوا لك مرحبا بك في الدار الكبيره. فإلا وصلتي معايا حتى لهنايا من الحلقه غادي نقول لك شكرا بزاف، وإلا عجبتك الحلقه ما تنساش تخلي معاك شي جيم، الا ما كنتيش ابوني لاشين دير معاك شي ابوني. ومن هنا حتى الحلقه الجايه غادي نقول لكم الا كان شي واحد كيعين باللي الرجاء غادي تشتت، الرجاء راه ما عمرها ما غادي تشتت، الرجاء خاصها غير شويه ديال الفلوس وكاملين غادي نحطو من عندنا. والا درتي لاكارت راك غادي دير لاكارت باش تمشي تفرج في فرقتك، ماشي باش دير الخير في الرجاء. الخير اللي باغا منا الرجاء دابا هو نعطيوها الهنا والسكات، ونخليو هذا المكتب هذا يتكونسونطرا في لي ليتيج وفي الانتدابات، والنهار اللي غادي يبان المكتب بانه ما خدامش حنا الاولى غادي نهضروا عليه. واللي مخليني مرتاح اكثر هو بانه شدها رجاوي من بعد بودريقة. غادي نقول ليه الله يسهل الامور والله يسهل الامور جميع افراد المكتب المسير. ومن هنا الحلقه الجايه غادي نقول لكم تشاو.